ازيكم يا جماعة. النهاردة هعلمكم حاجة جديدة، ازاي تعملوا الكراميل خام. كراميل خام زي اللي بيتحط على الحلويات وزي اللي بيتعمل في الميلك شيك بخطوتين سهلين جدا. هنحتاج علبة حليب محلى، حليب مكثف محلى، ويفضل ان هو يكون من نوع بني. ممكن في الدول العربية التانية انواع تانية تكون شبيهة ليه، بس لازم يكون حليب مكثف ومحلى. نجيب حلة فيها مية، جميل، ونحط علبة الحليب المكثف في المية، ولازم المية تكون بتغمرها، لازم تعدي العلبة نفسها زي ما انتوا شايفين. وهنغطي الحلة ونسيبها لمدة ساعتين على نار عالية زي ما انتوا شايفين، لمدة ساعتين على نار عالية. بعد ساعتين هنيجي نشوفها، بس لازم الاول تتأكدوا كل نص ساعة تيجوا تفتحوا الغطا وتشوفوا لو المية نقصت لازم تزودوها فوق العلبة، عشان ضغط العلبة ممكن ساعات يؤدي ان هي تنفجر او الكراميل اللي جوه يتحرق. فلازم تزود مية كل نص ساعة لحد ما تغمر العلبة من فوق. هجيلكوا بعد نص ساعة ونزودها سوا. دلوقتي احنا جينا بعد نص ساعة، نفتح نبص المية وصلت لحد فين. هي المية قلت زي ما انتوا شايفين، فمحتاج نزودها. لازم تزودوها عشان تعدي لحد زي ما انا قلت لكم. محتاج نزود تاني. خلي بالكوا عشان لازم تلحقوها، ما تسيبوش الميه تنزل لحد نص العلبه، عشان لو نزلت ضغطها هيعلى جوه العلبه وممكن تنفجر في وشكم. فلازم كل نص ساعه تبصوا على الميه وتزودوا لحد ما تخلص ساعتين. نرجع بعد نص ساعه كمان ونشوف حصل ايه. جيت بعد ساعه عشان ابص على الميه قلت ولا لا. زي ما انتوا شايفين لقيتها قلت. ازودها ميه تاني، وانتوا كل ده معلقين عليها، ما توطوش النار ابدا. نزود تاني. المية خلاص غطيتها. احط الغطا تاني واعلي النار واشوفكم بعد ساعة كمان. وبكده الساعتين يكونوا خلصوا. هنطفي النار، نفتح الغطا. زي ما انتوا شايفين المية بخر منها جزء كبير جدا. نستنى لحد ما تهدى، وبعد كده نشيل العلبة نحطها في مية عشان نعرف نفتحها. انا طلعتها من الحلة وحطيتها تحت مية من الحنفية عشان تهدى شوية عشان اعرف افتحها وافرجكم عليها. ببتدي افتحها زي ما انتوا شايفين كده. ثانية واحدة. طبعا عشان هي سخنة من جوه فعشان كده طلعت زي ما انتوا شايفين كراميل. ده كراميل خام اللي طلع. ثانية واحدة افتح العلبة. زي ما انتوا شايفين فتحت العلبة. ده كراميل خام من طعمه مسكر. كراميل خام مسكر زي اللي بتجيبوه من بره عشان تزينوا بيه الحلويات او تعملوه مع الحلويات. تمن العبوة دي في مصر حوالي 13 جنيه. في اي بلد تانية بما يعادل مثلا ممكن تكون 2 دولار او 1.5 دولار في اي بلد تانية. مش هتكلفكوا حاجة، خطوتين سهلين ان انتوا تجيبوها تحطوها في مية سخنة لمدة ساعتين. كل فترة تزودوا المية، بعد ما تخلص ساعتين بتشيلوا الغطا وتبردوها تحت مية من الحنفية وتفتحوا العلبة، وعادي جدا تبتدوا تاكلوها او تحطوها مع الحلويات او تعملوا بيها ميلك شيك كراميل زي ما هوريكم في الفيديو الجاي. ما تنسوش كلكم تعملوا لي سبسكرايب فوق وتتابعوا صفحتي عشان تشوفوا كل جديد. اشوفكم الفيديو